السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين ومتابعين قناة أسعار الماعز البور المحترمين، دومونا باللايك واشتركوا في القناة وصلوا على النبي في التعليقات. ده مش عرض يا جماعة، ديت سؤال جالي عن التحويل وكده، فحبيت أفيد حضراتكم ونستفاد كلنا، وياريت تتابع الفيديو للآخر لأن فيه هدية للمتابعين عندي بفضل الله. وأنا من هواة يا جماعة موضوع ادي العيش لخبازه. تمام، احنا كلنا مربيين وكلنا عندنا بعض الخبرات، بس بتختلف من نوعية لأخرى ومن حاجة للتانية. ممكن يكون انت السبب عندك ان الحاجة تعبانة ذات نفسها، بس اللي احنا هنقوله ده يعتبر وقاية. تمام، هو حاجة مش هتضر، وهي حاجة طبيعية. يعني انت مثلا هتبتدي ان انت تحط شوية ملح في العلف. الملح ده يا جماعة بيعمل تحويل وبيشغل الكرش وبيظبط الدنيا. هتيجي تجيب ب5 جنيه بس الشيح، مش كتير يعني، وهتغليه لحد ما الشيح لما بيتغلى يا جماعة المية بتسمر. تمام، وهتحطهم في جردل ولا في جيركن ولا في حلة عندك. تمام، وكل يوم هتحط شوية بس على مية الشرب. ده لو في ديدان أو كلام من ده بينزل الديدان. يبقى احنا قلنا الملح والشيح. تمام، وعندنا برضو العسل الأسمر. العسل الأسمر ده يا جماعة لو دوبته في شوية مية كل فترة لو نص كيلو، برضه هيظبط الحيوان معاك في النشاط وفي الحركة وفي التحويل وفي كل حاجة. تمام، وعندك برضه يا جماعة الخميرة الفورية، عشان خاطر ما تضطرش ان انت تجيب الخميرة اللي هي العادية التانية ديت وتحط عليها عسل وكده. الخميرة الفورية ديت الكيس ب1.5 جنيه تقريبا او ب2 جنيه. تمام، ده هتحطه على العلفة كل يومين كل 3 بمقدار معين، اللي هو كيس على مثلا الكيلو او ال2 كيلو. ده يا جماعة القناة ديت يا جماعة ديت بتاعت الدكتور عامر الدسوقي. بسم الله ما شاء الله، الراجل ده علمه واسع وبيجيب لك العلاجات والحاجات على عينك. يعني هو بيروح للحالة وبيصورها، وبسم الله ما شاء الله الراجل ده يا جماعة. انا عن نفسي بنستفاد منه ياما في العلاج في طريقة العلاج، ومش بالنسبة للاغنام والماعز بس، لا، والعجول والجاموس والبقر وكل حاجة. وانا هنسيب لك اللينك بتاعه في الوصف، واعمل لك ازاي ان انت تتقل. وعلى فكرة يا جماعة، انا والله ما اعرفه ولا في بيني وبينه اي مصلحة، غير ان احنا بس كلنا بنستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله.